السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في القناة. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي تحفظكم، تسهل عليكم وتقاد الطريق ديالكم ويدخل عليكم هاد العواشر بصح ديال شعبان بالصحة والسلامة وطولة العمر. واللي عنده شي مريض الله يشافيه ليه، واللي عنده شي غرض ديال الخير الله يبلغ المقصود، واللي عنده شي مسجون الله يطلق سراحه ويجمعو بالحباب ديالو على المقاريب، واللي دار الخير في وليداته الله يخليهم ليه ويوصل لداك الشي اللي ناوي. اليوم غادي نديرو الفعل والقراءة صاحبة البشرة البيضاء، وكنتمنى ان شاء الله تكون قراءة الخير والتيسير. فلنبدأ، وما تنسوناش من التعاليق ديالكم، وما تنسوناش من الجيم، لان هذه هي الطريقة باش كي يطلع الفيديو في اليوتيوب وكينتشر على نطاق اوسع. قلبك تخمامك باش ياتيك الله مولاي عبد القادر الجيلاني يا صاحبة البشرة البيضاء. نديرو النية ونبداو. البنت البيضاء، قلبك على تريكتك اللي كاينه في الطريق، فالله يجيبها لك على خير وبخير. سواء كنقول تريكه، سواء كان ولد سواء كان بنت. كذلك كيعطيني الفال ان البنت البيضاء كنشوفك خايفة على الاموال ديال راجلك من شريكو او من السيد اللي مشارك معاه في شي خدمة. والبنت البيضاء قلبك على علامة الفرح. هنا كنتكلم على البنات المقبلات على الزواج، يعني كاين خطوبة وكاين كلشي وانتم مقبلين على الزواج، فكنشوفك البنت البيضاء المقبلة على عرس او مقبلة على بتات. كنشوفك هاز الهم الفلوس، فالله يوجد لك والله يدوز كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. كذلك كيعطيني الفال ان البنت البيضاء كتحلم بزاف هاد شعبان ومخالطة عندك الوقت ومغيرة. وكيعطيني الفال كذلك أن البنت البيضاء مخاصمة مع عدوزتها، غيكون صلح بيناتكم. واخا داك الصلح اللي ماشي زعما شي صلح اللي هو نيت، وإنما كنشوف كاين عندك صلح. وهنا البنت البيضاء كنشوفك كتشدي طريق على وراق، غتنتقلي ماشي طريق بعيدة، هادي غير طريق قريبة غتنتقلي على قبل وريقات. فالله يسخر الأمور إن شاء الله. البنت تخمامك، البنت البيضاء كتخمي في البلاد البعيدة أو في السيد الأبيض اللي في البلاد البعيدة، أو شي واحد. بصراحة هنا كيخرج لي راجل في البلاد البعيدة، غالبية الظن أنه أبيض، يقدر يكون تا حنطي. كذلك كيعطيني الفال أن البنت البيضاء اللي وقفات الهدية ديال الجواد كنشوفها كتفكري ترجعي ديريها، أو أنك انت متأخرة عن هاد الهدية. فكتشوفي أن أمورك محبسة، أمورك مغيرة، الجيب خاوي، كيدخلك اللي كيدخلك مكتعرفيش فين كيطير عليك. فهاد الشي كلشي تأثيرات ديال الجواد. وعندك هنا تخمام حتى في ولي صالح. وملي دخل هاد شعبان صراحة وكيعطينا كيطلع لنا الفال في الجواد بزاف، وكيطلع لنا حتى الأولياء الله الصالحين. باش يأتيك الله البنت البيضاء، كنشوف عندك غيار مع السيد الحنطي، ولكن غتعاودي تصالحي معاه. اولا كنتم خاصمين حاليا، كيخرج لي كاين عندكم الصلح بيناتكم. ف الله يسهل الامور والله يصيب ان شاء الله. ولا كان فيه الخير الله يجيبه، لما كان فيه خير الله يبعده. مولاي عبد القادر الجيلاني تيقول لك البنت البيضاء هنا كتخمي في الشمع ديال المحبه. والبنت البيضاء كنشوفك تتبعتي في مركوب تحديد، من نهار درتي واحد مركوب تحديد وانتي متبوعه عليها بحاله ما عرفتش شنو درتي. ديروا الشبو الحرمل. الا هبطتوا الفيديوهات القدام شويه، يعني واحد 3 شهور ولا 4 شهور، كنت حطيت واحد الفيديو ديال الشبو الحرمل الطريقه الصحيحه كيفاش ديريه، وغنعاود ان شاء الله نعاودو. كذلك كيعطيني الفال ان مولاي عبد القادر الجيلاني تيقول لك البنت البيضاء الميمه واقفه عليك بزاف. وملي تشوفي راسك البنت البيضاء كثر عليك المشاكل، او كثر عليك الهم، او كثر عليك المخزن، او كثر عليك الوراق او هذا، عرفي راه الجواد زافين عليك. غادي نسرحوا هاد القراءة هادي ونشوفوها شنو تعطينا، وان شاء الله ما تعطينا حاجة الخير يا ربي.
نقادو الكاميرا شويه باش تبان القراءة كاملة مزيان. هنا البنت البيضاء جيتي هنا، هاد الفعل كيعطيني أن البنت البيضاء كتخرج فيها واحد البنت تابعاك، بنت لونها قل منك، ما نقولش سمراء وهي بيض من الحنطية شوية ولكن أقل منك بلودة، كنشوفها تابعاك هاد البنت باغا تدمرك بأي وسيلة كانت، كاينة شي غبينة أو كاين شي حاجة ماشي حتى هي ما عجباتنيش، لأن هاد السيدة ما نساتكش مدة طويلة هادي ملاحقاك، كاين واحد الغل، فالله يبسع منك بينك وبينها قد ما بعدت السماء على الأرض. كذلك كيعطيني الفعل أن البنت البيضاء انتبهي بزاف من السيدة السمراء اللي كتدخل عندك العتبة ديالك، هاد السيدة كتدخل بقلة النية وكتدخل بالتحراش وكتدخل بالكذوب وما صافياش معاك، وحذي منها، وملي كنقول حذي منها كنقصد حذي من راجلك وحذي على وليداتك وحذي على جيبك وحذي على رزقك والاشياء ديالك الثمينة. كذلك كيعطيني الفعل، استغفر الله العلي العظيم، كذلك كيعطيني الفعل ان البنت البيضاء اللي في البلاد البعيدة كنشوفك تغيرتي وواقف عليك شي زيارة او شي حاجة، ولكن للاسف البعد. وهنا كيعطيني الفعل حتى كاين اللي باغا دير شي حاجة وفي هذيك البلاد البعيدة وخايفة ما تصدقش ليها، حيت هاد الامور خاصهم يداروا بواحد الدقة وواحد التفاصيل. الناس اللي عندهم مالهم وعندهم جوادهم راه عارفيني اشنو بغيت نقصد، لان غلط صغير كيخلي كلشي تضرب في الزيرو. غادي ندوزو ونتكلموا على البنت البيضاء المتزوجة مع الراجل الابيض اللي هو هذا. البيضاء والبيض في الفعل جيتو بعاد على بعضياتكم، علاقة غير، استغفر الله العظيم، علاقة غير مفهومة نهائيا ما بينك وبين هذا السيد هذا. الابيض ولا معكس راسو قاصح، دوي انت في قنت هو يدوي في قنت. آم، آه، وعندكم العين بزاف، تتبعتي في هذا الانسان بحاله كتدخلو مليار في النهار، من نهار خديتيه او من نهار تزوجت بيه والعين عندكم بواحد الشكل كبير. وهنا كيعطيني عندكم تراجع مادي في المستوى الاقتصادي والمعيشي ديالكم، يعني كنشوف ظروفكم غدا وكتصعب. البيضة هنا في الفعل الابيض طالع لك في الراس، الابيض مشوشك او الابيض مقلقك، او لانني كنشوف شي هضره وكلام دازت بيناتكم بواحد الشكل اللي خلاك كنقول لها خلاك هزيتي في خاطرك من جهته. وهنا كيعطيني الفعل ان العكوسات حتى هي كتساهم في انقاص العلاقه الغراميه، ف كاين واحد البرود في العلاقه، ما بقاتش فراشك سخون او فراشك دافي مع هاد السيد هذا. حتى ملي كتكون شي حاجة كتكون بطريقة سريعة أو بواحد الطريقة باردة كتحسي هذا. فهو بصراحةً الأبيض كيليق ليه الزلط، علاش؟ حيت ملي كيكون عندو الفلوس كيتزر وكيشنت وكيولي واحد آخر، كيوليو فيه 20. ولكن هنا كنشوف علاقة موترة، ولكن إن شاء الله كيعطيني الفعل أنها غادا تتحسن أو غادا تكون شي حوايج مزيانين إن شاء الله. غادي ندوزو ونتكلموا على البنت البيضاء المتزوجة مع الراجل السمر اللي هو هذا. الاسمر ما عرفتش مالو، هاد من الصيف لهنا هو هاز راسو السما، من الصيف لهنا زاد في البسالة ديالو او زاد في شنقول لها
في الدصارة السمر هنا كنشوف واحد الراجل غريب عليك، واحد الراجل ما عمرك عرفتيه، واحد الراجل اللي كيخزن، كيقول شي حوايج ما معروفاش. كتحسي بأنك عايشة مع واحد الراجل براني، يعني ماشي هذا هو الراجل اللي عرفتيه نتيا. وللأسف هادشي اكتشفتيه معطلة. والبكا كنقول كيف ما كنقولوا حنا البكا من وراء الميت خسارة، يعني هادشي اللي عطا الله وصافي. والغالبية ديال البيضات هنا في الفال اللي مزوجين مع السمر كنشوفك مخلية على هواه، يعني جا ما جاش، دوا ما دواش، هذاك. ولكن مع ذلك كنشوفك دايرة تحقيقات وراه، يعني هو في وجهه كتبيني ليه ما مسوقاش ولا مبالاة، وكتبيني ليه داك الشيء، ولكن من وراه كتقلبي. كذلك كيعطيني الفال أن واحد 10% ديال السمرين رجع للسيدة اللي كان مع شي وحدة، وحصلتي أو اكتشفتي الأمر، ودازت مدة وعاود رجع مع نفس السيدة. وهاد السيدة اللي كان معاها راجلك باش نأكد لك، هي عندها فايت فيها جواج وعندها 2 تريكات أو أكثر، يعني هادي مطلقة أو أرملة أو شي حاجة بحال ما هكا. فللأسف هنا كيعطيني السمر عايش حياة العزوبية، ماشي مزوج عند الغالبية الساحقة. غادي ندوزو نتكلمو على البنت البيضاء المزوجة مع الراجل الحنطي. ما بين البيضاء والحنطي خرج لينا عاوتاني الجارة السمراء، شي وحدة سمراء تابعاك وتابعة وليداتك وتابعة راجلك بالغيط وبالعين. البيضة هنا وليتي اش غنقول لك، ولا فيك واحد العيال بحال ديال شي مرا عندها 120 عام، وهادشي راجع للعين وراجع للتابعة. الحنطي هنا كنشوفو كيتخيل شي حوايج على راسو، والحنطي هنا من داك النوع اللي كيكون غالط وكيبغي يرجعك انت هو الغالط. والحنطي هنا كيدير شي تصرفات صبيانية، وكنشوف ان البيضاء عيات ما تنهى، ما تهضر، ما تقول لها ولد الناس هادشي اللي كدير فيه راه ماشي هو هذاك، هادي راه ما كنبغيهاش، هادي راه ما كنتقبلهاش، هادي راه ما كن آآ نديرهاش. ولكن هو راسو قاصح. كذلك هنا الفال كيعطيني بأن البنت البيضاء مولاة الجواد كتجيك واحد النفور من الزوج ديالك. إلا كنتي راجلك ما كيجيك واحد اللحظات ما كتبغيش واخا ما يدير لك والو، كارهاه وكيبان لك زايد ناقص في الحياة، وكترفضي المعاشرة الزوجية بينك وبينه، أو كتشمي فيه واحد الروائح كريهة، أو كيبان لك أن واخا ما يدير والو عام ربي كيبان لك أنه باسل، هذا فعرفي داك الشي من الجواد. فهنا كيعطيني الفرق كاين حتى اللي جوادها خرجوا لها على الخدمة ديال الراجل، أو معكسين ليه، أو دايرين لكم التابعة في الفلوس، الراجل خدام بالليل وبالنهار وحتى شي حاجة ما كتبان عليه. فهنا بصفة عامة البيضة مرة الجواد ما تظلميش راجلك أكثر، لأنه كنشوف أموركم معسرة بسبب الجواد. بصفة عامة الفعل ديال البيضة المتزوجة فعل إيجابي ماشي خايب صراحةً. عند الغالبية الساحقة، فالله يصاوب الأمور. غادي ندوزو نتكلمو على البيضة المطلقة. البيضات المطلقات الصنف الأول اللي خرج ليا هنا هي ديال البيضة اللي عندك الطليق ديالك باغي يرجع على قبل الدراري وباغي يجمع الشمل. كنشوفك هنا جيتي في الفعل متزمتة و وجيتي بعيدة، يعني ما باغاش ترجعي معاه، ما باغاش حالفة عليه، مقلقة منه، هازة في قلبك من جهته. كذلك كيعطيني الفال أن البيضة المطلقة في هاد سنة 2023 ولي زواجك ما كانش طويل، يعني تزوجتي في 23 وطلقتي في 23،
كنقول لك بعدي من داك السيد، واخا غادي يحاول يتقرّب منك، واخا غادي يحاول يتقرّب لك، أو غادي يحاول يدير شي حوايج باش ينول الرضا ديالك، ولكن ما فيهش الخير لك. كنشوف كاين غير المشاكل وغير العذاب وغير آآ الروينة بصراحةً. فتبسعي منه. كذلك البيضة المطلقة كنقول لك غادي تواصل معاك السيدة، أو غتوصل لك السيدة اللي أنتِ كاينة مع راجلها، وهي هاد السيدة هو كبر منك في العمر ب10 سنين أو بحوالي 10 سنين، وعنده مرا اللي مصاحبة مع واحد كتر وكبر منها بحوالي 10 سنين، وعنده تربية صغيرة يعني دري أو درية الله زايدين ما فايتينش العامين. كنقول لك غتلقاي مشاكل مع الزوجة ديالو. غادي ندوزو ونتكلمو على البنت البيضاء المعرّفة المصاحبة مع الرجل الحنطي اللي هو هذا. هنا الحنطي كنشوف أن كاينة مشاكل بيناتكم، الأمور بيناتكم غير سلسة، الأمور بيناتكم غير منتظمة، كاين واحد سوء تفاهم. وهنا البيضة كنشوفك حتى دازت واحد المدة غادي تمشي كتجربي فيه، فهاد الشي اللي كديري فيه أنتِ دابا مع الحنطة كديريه في الأول، ماشي حتى العلاقة تمضّات والعلاقة دارت بيناتكم غدا باش بديتي كديري العقدة في المنشار. أنا ما كنلومكش دابا علاش زعما كديري هاد الشي، ولكن هنا بصراحة كنقول لك زعما هادشي اللي درتيه معطّل، لأن الحنطي اكتشفتي بزاف د الحوايج ديالو، وملي حيدتي شي حوايج أو ملي نقصتي شي حوايج في التعامل اكتشفتي الحقيقة ديالو أو الطريقة كيفاش كيفكّر. فهنا بصراحة كاين واحد التباعد بيناتكم، ما كاينش تقارب نهائيًا، لا من ناحية الأفكار لا من ناحية كلشي. والغالبية ديال الحنطيين هنا الله يجيب ليه هو ما أحسن، وأنت الله يجيب لك ما أحسن منه بصراحة. غادي ندوزو ونتكلمو على البنت البيضاء المعرّفة المصاحبة مع الرجل الأبيض اللي هو هذا. ما بين البيضة والأبيض كاين خصام وكاين خلاف وكاينين مشاكل. الحياة بيناتكم ولات سلبية مؤخرًا، يعني كاع داكشي اللي كان بيناتكم التفاهم كلّه رجع سلبية، وكلّه رجع مشاكل، وكلّه رجع شد يقطع ليا شد يقطع عليك، قُل ليا نقول لك. آمم ما عارفاش تشي راسك اش باغا، ما عارفاش هو لين باغي يوصل. بجوجكم راسكم قاصح بصراحة. فأنا هنا جيت هنا في دار الغيار. ما عرفتش إلى متى غادي تبقاو مشادين مع بعضياتكم. فهنا حد 80% ديال البيضين أنتِ مغايرة معاه، و20% كتبان لي كاينين حاجات ثقيلة. واحد 20% هما اللي غادي يوفوا بالوعود ديالهم، وغادا تكون شي حاجة في شوال أو قبل من العيد الكبير، أو شي حاجة بحال ما وقع يعني في هاد السنة هادي. 20% كيبان ليا هذا، و80% كيبان ليا غا الصداع والمشاكل بحال نتوما مصاحبين. أما إلا تزوجتوا ما عرفت فين غتوصلوا. غادي ننتقلوا نتكلموا على البنت البيضاء المعرّفة أو المصاحبة مع الرجل السمر اللي هو هذا. الأسمر هنا كنشوفو بعيد عليك، وكنشوفك أنتِ مايلة ليه وكتبغيه أكثر ما هو مايل لك، أو أنتِ باغا منه باغا القرب منه، وهو هاز فالآية تقلبات داك الشي كاع هو اللي جراه في الأول، أو آآ كان باغيه، أو هذا كلشي تقلب لهذا. فالسمر صراحةً كيبان ليا ما فيهش خير لك نهائيًا البنت البيضا. غادي ندوزو ونتكلمو على البنت البيضا اللي في البلاد البعيدة اللي هي هادي. البنت البيضا اللي في البلاد البعيدة كنشوف عندك أزمة مادية، ظروفك المادية صعيبة. والبنت البيضا اللي في البلاد البعيدة كنشوف أنك عندك سحر باقي لحد الآن كيثور عليك، كتكوني عايشة عادي حتى كتوقف حياتك، خصوصًا ماديًا، وكتولي مريضة، مقلقة، باغا عاد تنعسي، باغا تخاصمي مع الناس، باغا غير تضاربي، باغا غير تفرقعي في وجه شي واحد.
واخا ولادك أو راجلك أو صديقك أو صاحبتك كتعودي مايلة للوحدة ومايلة للعزلة. هنا كنكون وصلنا لنهاية الفال ديالنا، من هنا الفال المقبل كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير على خير، وسمحوا لي ما نقدرش نطول أكثر من هكا نظرًا لضيق الوقت، ومن هنا الفال المقبل كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير على خير ودمتم سالمين إن شاء الله.